اهلا وسهلا بيكم. معاكم ديفيد. فيديو النهارده عن شرح تفصيلي عن الايربودز برو. بقالي 8 شهور بستخدمها كل يوم يعتبر، فدي تجربتي الكامله. قبل ما نبدا بس محتاج اعرفك ان الايربودز في منها نوعين، في تقفيل مصري وفي تقفيل صيني. طبعا التقفيل المصري جودته اقل وبيكون فيه مشاكل كتير، وفي الفيديو ده هنعرف نفرق ما بينهم ازاي، وايه المشاكل اللي ممكن تقابلك لو انت جبت التقفيل المصري. طيب ندخل في الموضوع. طبعا السماعه فيها الاكتيف نويز كانسليشن، ومكتوب على العلبه الاي ان سي. ده اصدار الاربع شهور. الاربع شهور دايما بتكون شحن عن طريق كابل اللايتنج، او زي الايفون بالظبط. وال 12 شهر بتكون عن طريق التايب سي. ده رقم الموديل. نفتح العلبه كده ونشوف ايه اللي جواها. ده كتاب التعليمات، وفي تحتيها السماعه، وفي وصله من ايفون لتايب سي، دي ما بتكونش شغاله في كل الاصدارات. وفي من تحت الاير تاج بحجم اللارج والسمول لو محتاج تغير مقاس السماعه، والسماعه بتيجي عليها بحجم الميديوم. طيب نقفل العلبه كده ونشوف السماعه. السماعه اتهنت مني من كتر الاستخدام، فيفضل لما تشتريها تجيب لها جراب على طول. مقاس السماعه مريح جدا في الودان، لدرجه ممكن انك تنسى انك لابسها اصلا. السماعه شبه الابل الايربودز الاصليه بالظبط، نفس الخط الاسود اللي على السماعه، هي حرفيا شكلها بالظبط. زي ما قلنا دي البرو العادية، فما فيهاش السماعة ولا الميكروفون من تحت. صوت السماعة واضح وحلو جدا، صوت مجسم. علو الصوت بس كان محتاج أعلى أكتر من كده بالنسبة لي، بس الأغاني اللي فيها بيز هتعجبك جدا. للأسف أنا معرفتش أسجل الميكروفون عشان التليفون عندي مرضاش، بس هو بشكل عام شغال حلو جدا على السعر اللي بتيجي فيه السماعة، في حدود 400 500 جنيه كده. هو عامة أي سماعة تحت ال 1500 جنيه الصوت بتاعها مش هيكون افضل حاجه، او مش هينقل لك التجربه زي بتاعه التليفون بالظبط. الميكروفون بصراحه انا شايفه هيأدي الغرض لو انت مش هتعرف تطلع التليفون في اماكن زحمه او حاجه. طبعا السماعه بتدعم اللمس، كل ضغط عليها بتعمل صوت. ضغط عليها بتخليك تقفل او تشغل الاغنيه او الحاجه اللي انت بتسمعها. ضغطتين بتجيب لك الاغنيه اللي بعديها. 3 ضغطات في برامج بتجيب لك الاغنيه اللي قبليها، وبرامج تانية بتعيد لك الاغنيه من اول وجديد، زي سبوتيفاي مثلا. ضغطة مطولة بقى بيفتح لك جوجل اسيستنت او مساعد جوجل. دي انا شايفها ميزة حلوة جدا. في اوقات كتير ما بعرفش افتح التليفون في اماكن زحمة، او ببقى محتاج ان انا هتكلم من السماعة في الشارع اللي انا ماشي فيه. طبعا انت فاهمني. فبتعمل ضغط مطولة عليها كده وبتقول له اتصل بفلان. طبعا الميزة دي انت لازم تكون متوصل بالانترنت. وكمان البوكس بيدعم الشحن اللاسلكي، ولما بتوصل لتليفون الايفون بتبقى زي ابل الايربودز الاصليه بالظبط. يظهر لك نسبه شحن البوكس، نسبه شحن السماعتين. لما بتيجي بقى توصل للتليفون الاندرويد بتتوصل على طول، ولكن بيظهر لك نسبه شحن اقل من السماعه. يعني مش بيظهر لك نسبه شحن السماعه التانية ولا نسبه شحن البوكس. نيجي بقى لجزء البطاريه. البطاريه بشكل عام كده مش افضل حاجه بالنسبه لي. في سماعة بتفصل بعد 3 ساعات استخدام، وسماعة تانية بعد ساعة ونص استخدام. والبوكس يقدر يشحنه من 0 ل 100% في حدود مرتين 3 مرات كده. ده عيب صناعي للأسف. بس الطبيعي المفروض السماعة بتقعد في حدود 4 5 ساعات، وفي أوقات بتوصل معاك ل7 ساعات. طبعا دي بتبقى على حسب أنت وحظك حرفيا. والبوكس بتشحن في حدود ساعة، والسماعتين بتشحن في حدود نص ساعة، ساعة إلا ربع، حاجة زي كده. طبعا نسبة الشحن دي بتختلف من سماعة لتانية على حسب السماعة بتاعتك بتقعد وقت قد إيه. ركز بقى معايا في اللي جاي ده عشان مهم جدا. لما تشتري السماعة وانت في المحل اوعى تمشي. شوف نفس الرقم السيريال اللي موجود في البوكس هو اللي موجود في السماعتين التانيين ولا لا. لو في سماعة مختلفة اعرف انها مش بتاعت البوكس، وممكن يحصل مشاكل بعد كده في الاتصال، اوقات ممكن تقطع، في مشاكل ممكن تحصل. طيب نيجي بقى لأهم جزء في الفيديو. نفرق بقى ازاي بين التقفيل الصيني والتقفيل المصري. اول حاجة شكل العلامة الخضراء دي دايما بتكون تقفيل مصري. للأسف اللي هي معايا ما كانش عندي علم ساعتها ايه الفرق بين التقفيل المصري والتقفيل الصيني، فحبيت اضيف المعلومات دي عشان محدش يغلط في نفس غلطتي تاني. دي مثلا علبة الايربودز برو 2 تقفيل الصين. شكل العلامة ما بينهم بتكون مختلف. جودة الطباعة ذات نفسها بتكون أقل بكتير في التقفيل المصري. زي مثلا علم أمريكا جودته مش حلوة في التقفيل المصري. طيب هو يعني ايه أصلا تقفيل صيني وتقفيل مصري؟ التقفيل الصيني بتيجي من الصين، البوكس السماعة ذات نفسه موجود في العلبة بتاعتها وهي متسلفنة على كده، بعكس التقفيل المصري. البوكس طبعا بيجي برضه من الصين، لكن جودته بتكون أقل شوية.
وبتتبقى العلبة بتاعة السماعة هنا وبتتقفل هنا في مصر. طبعًا في مشاكل ممكن تحصل في النقل، لأنها حرفيًا بتيجي في حاجات عاملة زي الشكاير، فممكن السماعات تتخبط أو في مشاكل ممكن كتيرة تحصل. وأي سماعة موجود عليها العلامة مدورة كده، عارف إنها تقفيل مصري برضه، بس مستنضفين شوية في الطباعة. طب هم بيعملوا ليه كده؟ علشان يوفّروا فلوس حجم مساحة النقل. بُص، أنا شغال في المجال بقى لي فترة، وأقدر أقول لك إن سوق الإيربودز كله فيه مشاكل. دَوّر على حد بيدّي ضمان، في محلات بتدّي ضمان مع فرق سعر 50، 70 جنيه تقريبًا، ده شايفه هيكون أفضل اختيار. ومش شرط لمّا تجيب نفس شكل العلبة ونفس رقم الموديل هتكون جودتها حلوة برضه، لأ، ممكن اللي أنت هتجيبها يكون فيها سوء تخزين، اتخزنت في جو حَر مثلًا أو اتركنت كتير عند التاجر، ده كله بيأثّر على عمر البطارية. فزي ما قُلت لك حاول تدوّر على حد بيدّي ضمان. طبعًا أنا قصدي الإيربودزات اللي شبه الApple AirPods الأصلية بالضبط، مش جميع أنواع الإيربودزات. في براندات زي أورايمو وغيرها بتدّي ضمان مدة سنة، ده أنا شايفه هيكون أفضل اختيار جدًا لو أنت مش عايز تعمل risk وتجيب سماعة عشوائية كده وحرفيًا وتطلع أنت وحظك. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل فيديو جديد.